السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل الستارة اللي بتتحط ورا الباب بقماش الخيامية من ضمن زينة رمضان. بطريقة سهلة وبسيطة. معايا هنا 1.5 متر قماش زي ما انتوا شايفين. طبعا قماش الخيامية مش عريض زي قماش الملايات زي ما انتوا شايفين كده. لما بنجيب قماش الخيامية وبنعمله نحاول نبص على الرسمة، يعني نحاول نخلي على قد ما نقدر شكل الرسمة يكون يظبط معانا. يعني اول حاجة كده من ناحية البورصل زي ما انتوا شايفين هقص كده، هقص على الرسمة اللي قدامنا دي، ودي اللي هعملها للبرقع من فوق. زي ما انتوا شايفين كده هي طلعت حوالي 30 سنتي. هقص على الخط بتاع الرسمة. نخلي بالنا واحنا بنقص. انا عندي هعملها 1.4 متر. لو عايزين تعملوا ستارة للمطبخ برضو ممكن نعملها برضو بنفس الطريقة. بتقيسي العرض قد ايه اللي انت عايزاه، والبرقع ده بقى بيكون لو هتعمليه كشكشة زي ما احنا هنعمله كده بيبقى قدها مرتين، قد العرض مرتين. انا دلوقتي هقصها 1.4 متر و... وانا عندي هنا زي ما قلت لكم الطول 1.5 متر، فهتلاقيها ايه هتطلع بقى الكشكش. هي 1.4 متر، 1.4 متر، 1.5 متر. ده البرقع. دلوقتي هي معايا اهي القماشة، طلعنا منها خلاص البرقع. معايا هقيس بقى 1.4 متر اللي انا عايزاه. بعد ما طلعت خلاص البرقع معانا زي ما انتوا شايفين كده، كده 1.4 متر هقص على الرسمة برضو. يعني هقص من عند الخط برضو التاني زي ما انتوا شايفين كده. ودي هتنفع هعمل بيها حاجات، احنا لسه هنعمل ملايات رمضان، هتنفع برضو. هشيلها تمام كده. يبقى انا جايبه القماش 1.5 متر. طلعت البرقع قصيته حوالي 30 سنتي، وبعد كده هشوف 1.4 متر اللي معايا وهقص الزيادة. نخلي بالنا واحنا بنقص. بعد ما قصيته اهو خلاص كده، دي هشيلها على جنب. دي كده زيادة معايا، هتنفع بقى لما اجي اعمل بيها ايه زي ما قلت لكم كنارات مفارش، هنعملها مع بعض برضو كده اهو. ده هيبقى شكل الستارة معايا، وده البرقع اللي هيركب. تمام كده. دلوقتي بقى دي الستارة هفردها كده بالطول واقسمها 2. اهو هنقسمها 2 بالظبط. معلش يا جماعة انا عشان ساكنة على الشارع فبتلاقوا فيه اصوات كده غريبة، معلش بقى. كده انا قسمتها 2. دي الستارة تمام كده. هقصها بس مش هقصها لحد الاخر، هسيب حوالي 20 سنتي كده. اهو هقص بس كده، مش هكمل لحد الاخر، حوالي 20 سنتي اهو زي ما انتوا شايفين. هنقفلها بقى على المكنة
تعالوا بقى نشوف هنقفلها ازاي. بصوا دلوقتي ده البرقع اللي انا هركبه، ده هكشكشه الاول اهو زي ما انتوا شايفين، بطريقة سهلة اوي هنعمله نظام كسر اهو. هفضل اتني فيه كده، هتني كسرة كسرة كده على طول. ايوه بطريقة سهلة خالص وبسيطة. مفيهوش اي مشكلة. هعملها كده لحد الاخر بنفس الطريقة. ودلوقتي بعد ما كشكشتها دي كده الستارة معايا زي ما انتوا شايفين. هحط وش البرقع على ظهر الستارة. ماشي، انا هشبكها وارجع اقلبها. دلوقتي وش البرقع في ظهر الستارة، اما ارجع اقلبه هيبقى ايه، هيبقى مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده هركبه، همشي على الخياطة اللي انا مخيطاها وش البرقع على ظهر الستارة، هرجع اقلبه بقى هيبقى مظبوط عشان ما تتلخبطوش. وانتي ماشية كده عدلي في القماش. هعمله كده بقى لحد الاخر بنفس الطريقة اهو زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص كده. بس اثبت على الخياطة وارجع بقى اقلبه الناحية التانية. بصوا كده اهو، لما قلبته بقى هقلبه اهو. بس كده بقى مظبوط اهو زي ما انتوا شايفين. هرجع اديله خط من فوق تاني، اعدل القماشة واديله خط بقى كده من فوق. سهل وبسيط مفهوش اي حاجة. وهديله خط بقى تاني لحد الاخر كده، بس اظبط القماشة، اظبط كده الكسر وانا ايه، وانا بخيط زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. طول ما انا ماشية بظبط في الكسر، طول ما انا ماشية بظبط في الكسر. عشان ما تحتاجيش سرفلة ولا حاجة. كده الخياطة هتبقى نضيفة كده. خلاص انا خيطته من فوق. هتنيه بقى كل الحروف زي ما انتوا شايفين كده. كل الحروف بقى هتنيها من الجناب ومن تحت ومن كل الجناب، يعني كل الحروف بتاعته هتنيها على المكنة. خلي بالكوا عشان قماش الخيامية بينسل جامد اوي، يا يتعمل اوفر يا يتني كده زي ما انتوا شايفين. لو في اوفر يتعمل اوفر كده كده هنحط فوقيه الشريط الاصفر ده.
لكن لازم تتنيه عشان ما ينسلش، لان هو بينسل جامد. هيتعمل كله بقى، كل الحروف عندي هعملها هتنيها تانيتين كده جوا بعض كده اهي زي ما انتوا شايفين. بعد ما تنيتها وخلصتها هركب بقى الشريط ده كده من فوق خالص. هثبت الاول على الخياطة واخيط، برضو بفضل اعدل في القماش واعدل في الشريط، وخلي بالكم وانتوا بتخيطوا زي ما انتوا شايفين. افضل اظبط في القماش واظبط في الشريط وخيط خيطي على مهلك، ما تستعجليش عشان ما تعمليش حاجة غلط وترجعي تفكي تاني. الموضوع سهل وبسيط مفهوش اي حاجة. لو حسيتي انه هينسل ولا حاجة اديله لسعة كده بالمكوى. شوفي بقى حطي الشريط حوالين داير، ومن جوه الحتة اللي احنا قصيناها من جوه حط لها الشريط الاصفر دوت وامشي عليه بقى كله كده. ده من الجنب اهو. دي كورنيشة، الكورنيشة اللي فوق بتاعة الفرنش، بتاعة البرقع معلش، اللي هي اللي كنا مكشكشينها هنمشي عليها كلها لا تتنيها برضو يا اما تلسعيها بالولاعة اللي هي البرقع. همشي عليه كله، وبعد ما خلاص مشيت عليها كلها بالشريط الاصفر بالفرنشة، هحط بقى عندي هنا بلاستر هحطه على الباب، اي بلاستر عندك، وبعدين احط على البلاستر شمع بمسدس الشمع، وبعدين هلزقها فوقيه. لو عندك لزق دبل فيس برضو كويس، بس ده اوفر، الطريقة دي اوفر. اي بلاستر عندك هتحطيه تلزقيه في الباب، وبعدين ترجعي تحطي عليه شمع، وبعدين ترجعي تحطي عليه الستارة، وده شكلها. والله الصورة ظلمها، هي في الحقيقة اجمل من كده. لو عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك. كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.